صباح الخير عليكم مشاهدينا الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. اليوم كما كتشوفوا من خلال الطبيله ديالنا عندنا اليوم غنوجدوا معكم واحد الغديوه اللي كتجي سهله مهله. عندنا اللحم، هانتوما اختارينا هذوك الطريفات الزويونين ديال الملج، غادي نشرملوهم بطريقه جد سهله وغادي نطيبوهم بالبصله. هادشي اللي كاين. اذا اللحم ديالنا ها هو. اول حاجه غادي نبداو بالتشرميله اللي كنديروا في هاد اللحم. شنو عندنا في هاد التشرميله؟ عندنا كركم، عندنا شويه د راس الحانوت مع هاد اللي عنده زعفران شعره يديروا، اللي ما عندوش يدير هاد الضويمات حتى هما راه كيوفيو بالغرض. عندنا معلقه كبيره ديال السكينجبير، عندنا 3 ديال الفصيصات ديال الثومه، 3 ديال الريوز زعما، عندنا معلقه كبيره ديال قزبور يابس، وعندنا معلقه ديال البزار، وعندنا هذا شويه السمن حتى الاخر. وغادي نخضروا هذا اللحم ديالنا ان شاء الله بشويه ديال البرقوق اللي غادي نعسلوه كما كتعرفوا. وبيان سور عندنا زيت البلديه والماء اللي غادي نخلطوا مع هاد التشرميله، وشويه ديال القزبور معدوس مازال ما حطيتوش، عاد نجبدو من الكونجيلاتور. وتقريبا غناخذوا واحد 3 حتى 4 ديال البصيلات اللي غادي نديروا بهم ديك الدغميره اللي كتجي مع هاد اللحم. يلا بقاو معايا باش نجيب القزبر ونرجع. كما كتشوفوا اول حاجه معسنا دوك الكوب ديال الضويمات ديال الزعفران شعره مع معلقه كبيره تقريبا ديال المعدنوس اكثريه. غنزيد عليها هاد المعلقه ديال الكركم، راس الحانوت، سكينجبير، ثومه. الاغلبيه ملي كتكون عندنا البنات كونتيتي كبيره ديال اللحم اكثر من هكا، هذا تقريبا تبارك الله دار 2 الكيلو اللي كيكون داير اكثر من 5 6، اغلبيه من الاحسن طحنوا ديك الثومه مع الماء. هذه كتجيبها كتلقاو فين يتشرمل داك اللحم، والمعلقه ديال القزبور يابس. هذا البنات كيجيبها رائعه الريحه ديالو فنه. دابا هادو هما المقادير اللي غادي نديرو. غنخلطو بالماء، ما غنديرو لا زيت لا حتى شي حاجه. البنات نسيت الملحه نجيبو الملحه حتى هي. هانتوما البنات دابا ها هي التشرميله ديالنا. نزيدو واحد شويه ديال الملح، نزيد شويه ديال الماء باش نكثر هاد التشرميله فين يتشرمل ليا هاد اللحم. وغادي نخليها البنات خليه واحد المده يشرب مزيان، ونحطو في الطاوه وغادي يطيب بهاد التشرميله هادي. ما غندير لا زيت، ما غندير لا بصله لا حتى شي حاجه، تطربخ ليا مزيان الكوكوط ديالي ولا الطاوه اللي غتحطو فيها. ومن بعد عاد غادي نديرو ديك البصيله. دابا غنشد الطريفات هادو ونحاول نشرملهم على هاد الشكل ونحط. كل ما شرملتوه خليتوها البنات راه كيجي المذاق ديالو بنين وما تشبعوش منه. نتوما كما كتشوفوا على هاد الشكل. نكمل هاد الطريفات كاملين. اللي عنده الوقت بغى يديرو في طاوه عاديه يطيب على خاطرو يا تبارك الله. اللي ما عندوش الوقت وبغى يقفل عليه في الكوكوط حتى هو راه كيجي مزيان. هانتوما البنات كما كتشوفوا هذه هي التشرميله. اللي عنده قعقله بسيبيسه نويويره داكشي كله، هذاك العطريه ديال اللحم راه حتى هي ما كتجيب هادشي غير مذاق رائع وزوين. دابا حنايا شرملنا اللحم ديالنا كما كتشوفوا على هذه الطريقه. غنمشيو نجيبوا الكوكوط ديالنا ولا الطاوه ديالنا ونستفوا هذا اللحم ونخليوه فوق البوطه تيطربخ مزيان كما قلت لكم البنات. عاد غنزيدوا واحد 3 ديال البصيلات مشلضين حتى ل4. هانتوما بعد ما خليناها نص ساعه تقريبا شربنا ديك التشرميله. دابا غادي نستفوا في الطاوه ديالنا ويطيب على الماء هكذا. نستفوا ديما البنات كنستفوا اللحم الا كان فيه العظم ديما هو اللي كيكون من التحت، وهذاك اللي كيكون فيه غير الهبره هو اللي كنديروه من الفوق باش ما يتكلش بالعافيه. داك اللحم كيولي كله هاري. اللي بات لكم العظم نديروه هو التحتاني، والاخر اللي فيه الطريفات ديال اللحم مزيانين هذا كنديروه عادي. نتوما كما كتشوفوا الطويوه ديالنا ها هي تبارك الله. دابا غادي ندير هاد التشرميله هادي اللي بقات ليا نكبها على هاد الخليط وندير فوق البوطه. ما غنزيد له حتى شي حاجه،
يطيب يطربخ ليا مزيان ويعاود في هاد التشرميله هذه. ومن بعد عاد نجيب البصله واحد 3 وربع كما قلت لكم وصافي. كما قلت لكم غنزيدوا ديك الساعه الزيت البلديه وغنزيدوا السمن، ما كنديروش الزيت البلديه من الاول حتى كتدخل التشرميله مزيان وتطربخ وتعاود الطاوه ديالنا. منين ندير ديك الساعه البصله عاد نكمل بالزيت البلديه وشويه ديال السمن. البنات انتم كما كتشوفوا بعد ما كتطلع الغليه مزيان في هذا اللحم كنحاول انني نقلبو، نحاول نقلب هذا اللحم كما كتشوفوا هكا كله، نحاول نقلبو باش يزيد يتقلى من الجهتين على هذا الشكل. نحاول نقلبو مزيان ونخليه يكمل الطياب ديالو. وهنايا درنا البرقوق هانتوما كما كتشوفوا. كنحيد الماء الاولاني ونعاود الماء الثاني ونخليه عاد من بعد يزيد يكمل الطياب ديالو باش غنديروا العطريه ديالو. كما كتشوفوا بعد ما هانتوما اللحم زعما شرب مزيان ديك التشرميله، غير كيطيب في ديك التشرميله اللي وريتكم. دابا غادي نزيد 3 ديال البصلات اللي درتهم في الهشوار، اللي بغى يشلضهم ولا يديرهم طريفات صغيورين هبلين ماشي مشكل. وكنزيدوا كاس صغير ديال الزيت مخلط ما بين روميه وبلديه على هذا الشكل. وغادي نزيد السمن، معلقه صغيره ديال السمن باش يعطينا ديك النسيمه ديال السمن صافي. ونعاود نخليها البنات ما تعاودوش تزيدوا الماء صافي، خليوه يطيب على خاطرو. دابا غنقفل عليه نسد عليه ونخليه يطيب على خاطرو. بنات الحيمه ديالنا كما كتشوفوا ما بقى ليا غير نطفي عليها. هانتوما كما كتشوفوا كتجي تبارك الله محمره، وخلينا شويه ديال ديك الزويته ولا صوص بالنسبه للوليدات ولينا حتى حنايا. علاش لا الواحد كيبغي يغمس ديك المريقه المدغمره. دابا شويه صافي غادي نزيد واحد 5 ديال الدقائق وغادي نطفي عليها وحتى نبقاو مع الطبق ديال التقديم. ودابا هانتوما كما كتشوفوا دابا كنحطوا اللحم ديالنا في التفصيل على هذا الشكل مع ديك الدغميره اللي كاينه، كيجي على هذا الشكل. طاب زعما الصراحه مزيان البنات. نحاولوا نقادو في التفصيل ديالنا ندريسيوه مزيان على هذا الشكل. وديك الزويته اللي غنديروها في الجنيبات. التبصيل ديالنا بعد ما درنا الزنجلان حمرناه شي شويه زدنا فوق هذا البرقوق وكيجي التبصيل ديالنا على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وكنافقوه بالشليضه على هذا الشكل كما كتشوفوا بالخضار الوليدات والضياف ديالنا اللي كيجيو عندنا. مرحبا بهم وكنتمنى هاد الغديوه تعجبهم وطرقهم. وإلا عجبكم الفيديو نتوما ما تنساوش داك اللايك وابوني وزيدوا شجعونا باش ديما ندير لكم الجديد. والى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.